إلغاء بلاغ الملكية الفكرية لأي حد لوجه الله. وإزاي تعرف إن جالك بلاغ على صفحتك؟ أول حاجة تخش على الصفحة الرئيسية وتدوس على الثلاث نقط وتجيب حالة ملفك الشخصي. هيظهر قدامك المخالفات وهتلاقي في دايرة على الصورة بتاعتك وفيها شرطة زي اللي قدامكم دي كده ممنوعة من النشر. بعد كده بنختار ندوس على المخالفة، هيظهر لنا صاحب المخالفة بنفس الطريقة هننزل تحت خالص عشان نعرف مين اسمه وندوس على العلامة الزرقاء ونختار أول واحدة اللي هي فيها إرسال هيظهر لينا نسخ اللي هو الاسم بتاع اللي صاحب المخالفة ورقم البلاغ وكمان الايميل بتاعه عشان تتواصل معاه وتحل المشكلة. يعني المخالفة قدام حضراتكم اهيت اللي هي بتاعة الفيديو. تمام. لما هننزل لتحت هندوس على اللي هي الاجراء عرض الاختيارات وبعد ما بندوس عليها بنختار حضراتكم اول واحدة اللي هي الارسال الالكتروني تمام. وهتظهر لنا حضراتكم اللي هي الاسم كامل بتاع صاحب البلاغ والرقم اللي هو بتاع البلاغ نفسه والايميل. وده مهم جدا لان ده اللي انت تقدر تدخله في النموذج اللي هتحل بيه المشكلة بتاع البلاغ لو انت اللي عامل البلاغ. تمام. لكن لو مش انت اللي عامل البلاغ هتبعت اللي هو الرابط بتاع النموذج وتبعت معاه كمان الصورة يدخل البيانات ويعلم على إلغاء أو سحب البلاغ. طبعا حضراتكم المشكلة حدثت معايا من 15 يوم بعد ما تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا لنا اشتراك ولايك. اتصلت بالدعم بتاع الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين ورد عليا مشكورا محترم اسمه الأستاذ إسلام تبع الفيسبوك، وابتديت إن أنا أتواصل معاه من على طريق الإيميلات بتاعتي على مشكلة اللي هي حقوق الملكية الفكرية وبصراحة مشكورا بعت لي اللي هو الرابط اللي هو بتاع النموذج. ولكن الرابط ما يخصنيش انا اللي عندي المشكلة، الرابط يخص اللي عامل البلاغ نفسه. تمام. ولكن هيساعدك انت في ان انت تقدر تبعته لصاحب البلاغ وتحل معاه المشكلة لو هو مش عارف حاجة خالص. واحدة واحدة تحل انت وهو المشكلة. الرابط انا هسيبه لكم يا اما في الوصف يا اما في اول تعليق. بعد ما تواصلت طبعا مع استاذ اسلام الدعم بتاع الفيسبوك بقيلي اكتر من حوالي 10 ايام ومش عارفين نحل المشكلة. كان في بلاغين بصراحة، هو قال ان هو شال بلاغ منهم وفعلا البلاغ التاني لازم ان انا اتواصل مع صاحب البلاغ. وطبعا لما تواصلت مع صاحب البلاغ اسمه استاذ محمود مسعود، وده راجل مشهور جدا على التواصل الاجتماعي وعامل فيديوهات وعامل حاجات جميلة جدا كوميدية. اتواصلت مع استاذ محمود وطبعا استاذ محمود قال لي والله انا ما عملت بلاغات في حد وانا هعمل ليه فيك بلاغ. انا اساسا ابقى مبسوط جدا لما انت حضرتك تاخد فيديو من عندي وتعمل لي اعلان على صفحتك، بالعكس انت بتشهرني انا، فدي حاجة تشرفني. اما طبعا الفيسبوك قال لي انا شلت ليك البلاغ اللي هو اللي اقدر اشيله اللي هو من عندنا، وانت لازم تتواصل مع استاذ محمود مسعود عشان خاطر تحل او يشيل البلاغ من عنده. طبعا حضراتكم ابتديت ان انا اتواصل مع الاستاذ محمود من على طريق الايميل بتاعه. وطبعا الاستاذ محمود قال لي شوف انت عايز ايه وانا مع حضرتك، بس انا معرفش ازاي بيتفك. طبعا قعدت ادور على الفيسبوك على صفحته، ولما خدت الاسم كامل من اللي هو المخالفة وفعلا ظهر لي صفحته بالطريقة على الفيسبوك، قدرت اخش من على طريق الماسنجر وابتديت ان انا اكلم استاذ محمود مباشرة، وطبعا اقدم له الشكر ان هو يعني بيقف معايا ان هو بيحاول يحل لي المشكلة بتاعتي. تمام. كل البيانات بتبقى موجودة جوه المخالفة من على طريق حالة الملف الشخصي بتاعك.
تمام، وبتخش على عرض الاختيارات، وبعد كده بتخش على ارسال البريد الالكتروني. هيظهر لك اللي هو اسمه كامل ورقم البلاغ، وهيظهر لك كمان البريد الالكتروني بتاعه. بعت رسالة للأستاذ محمود مسعود وفهمته فيها ان صفحتي واقفة وممنوعة من النشر وممنوعة من الإدارة نهائيا بسبب الانذار بتاع حضرتك دوت، او المخالفة بتاع حضرتك، او البلاغ بتاع حضرتك اللي هو عمل لي مشكلة في الصفحة بتاعتي. أستاذ محمود مسعود جزاه الله كل خير، قال لي يا باشا انا ما اعرفش افك البلاغ ده، بس انت قول لي اعمل ايه وانا اعمل. طبعا انا ما كنتش اعرف برضك ازاي البلاغ بيتفك، وبحثت كتير جدا على اليوتيوب ما لقيتش حد يفيدني بسرعة. فلما كلمت الدعم اداني اللي هو الرابط اللي قدام حضراتكم دوت، اللي انا بعته استاذ محمود مسعود دوت على الماسنجر. والرابط ده انا هسيبه لكم موجود في الوصف، يا اما هسيبه لكم في اول تعليق. تمام. الرابط ده حضراتكم لما بيتفتح الرابط دوت بيجيب لك اكتر من حوالي 5-6 اختيارات. الاختيار الاولاني حضرتك بعد ما يفتح معاك اللي هو النموذج، بيختار الاختيار الاولاني، بيقول لك اكتب اسمك بالكامل. ده اللي هو عامل البلاغ، مش انا اللي عندي المشكلة، اللي عامل البلاغ يكتب اسمه بالكامل في الخانة الاولانية. تمام. زي ما مكتوب في البلاغ بالظبط. ويكتب رقم البلاغ في الخانة التانية زي ما مكتوب في البلاغ بالظبط، وبعد كده يمضي بالايميل بتاعه اللي هو مكتوب في البلاغ بالظبط. تمام. وبعد كده لو في عنده سكرين شوت الصورة من المشكلة نفسها زي ما انا عاملها كده بالظبط، هو بياخد صورة السكرين شوت ديت وبيحطها كمان. ده اختياري براحته عايز يعملها ولا لأ. تمام. وتحت حضراتكم بيجيب لك اختيارات، هل انت عايز تسحب البلاغ بتاعك بسبب كذا كذا كذا، ولا ايه المشكلة؟ عندك كذا اختيار، انت بتختار مثلا الاختيار الاولاني. انا مثلا عملت بلاغ بالخطأ وانا عايز اسحب البلاغ دوت للشخص دوت، وبيتعلم عليها. طبعا عشان الفيسبوك يوافق ان هو يشيل البلاغ طبعا باذنك انت، لازم تحت خالص تضيف الايميل بتاعك اللي هو موجود في البلاغ بالظبط. تضيف الايميل بتاعك من تحت كده وتعمل ارسال. تمام. زي ما حضرتك هيبان قدامك في النموذج. اول ما تعمل ارسال هيقول لك تم الارسال الى دعم الفيسبوك، ودعم الفيسبوك هيرد عليك على طريق الايميل بتاعك، وان شاء الله تتحل المشكلة. اما اللي قدام حضراتكم دوت في الصفحة دي الحوارات او الكلام والاتفاقات وحل المشكلة مع فريق الدعم ومع صاحب البلاغ اللي هو استاذ محمود مسعود، جزاه الله كل خير. وانا هعمل له فيديو مخصوص وهشكره فيه، لان الراجل ده محترم جدا. وكل من يعمل بلاغ في واحد او في صفحة عشان يأذيه ويقفل صفحته فحسبي الله ونعم الوكيل فيه. بصراحة هو كده بيأذيه. طالما الفيديو دوت اللي هو نشره عنده او هو نزله عنده وعمل عليه مونتاج ونزله، فهو بيشهرك انت، ده اعلان مجاني ليك انت. المفروض انت ما تزعلش. انا يا ريت ياخدوا من عندي فيديوهاتي وينشروها ويعملوا لها اعلانات مجانيه. انت النهارده عشان تروج اعلان بمبلغ وقدره، لما يجي صفحه من الصفحات تاخد اعلان او فيديو من فيديوهاتك وتروجه وتعمل عليه اعلان مجاني ليك، ده انت المفروض تفرح، ما تقفلوش الصفحة بتاعته، لان في الاول وفي الاخر انت صاحب الفيديو الاصلي. تمام. فتحللوا المشكلة بتاعته بدون اي مشكلة. وزي ما حضراتكم شفتم احنا تواصلنا مع فريق الدعم، وفريق الدعم محترم جدا وبيتواصل معانا، وعلى قد ما قدر شال لنا مخالفة، وعلى قد ما قدر جاب لنا الرابط بتاع النموذج وفهمنا ازاي نتعامل. كتر خير الدعم بتاع الفيسبوك المحترم اللي هو بجد 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 احسن شركاء فيسبوك.
تمام. اما بالنسبه لصاحب البلاغ بيبقى اسمه ظاهر ورقم البلاغ ورقم الايميل، بتتواصل معاه سواء باسمه من على طريق الفيسبوك، من على طريق ماسنجر، يا اما من على طريق البريد الالكتروني بتاعه اللي موجود تحت دوت، بتتواصل معاه وهو اكيد هيرد عليك، لان لازم اللي عامل صفحه زي ديت لازم يكون بريده الالكتروني ده شغال 100%، ولازم يشوف الرسائل ولازم يتابعها. تمام. وطبعا بعد ما التواصل والكلام اللي احنا عملناه ده كله، انا بعت النموذج لاستاذ محمود مسعود وبعت له الشكر. النموذج اهو قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، وفي الصفحة التانية الاسم ورقم البلاغ والايميل بيتحطوا في الاماكن دي، الاسم كامل، رقم البلاغ، وبعد كده الايميل، وبعد كده حضرتك بتحط صورة شت داون مثلا، وبعد كده بتختار سحب المخالفة، وبعد كده في الاخر خالص بتعمل ارسال بعد ما تضيف الايميل بتاعك. في الاخر خالص بتعمل ارسال لدعم الفيسبوك، وكده ان شاء الله ان شاء الله يتشال البلاغ الموجود. وكان معكم اخوكم هاني الشريف، ونختم بالصلاة والسلام على رسول الله.